عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنقدم لكم وصفة سهلة قوي، وهي وصفة الطحينة. وهنبتدي اول حاجة نقول المقادير. هنقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. معانا كوباية من السمسم، كوباية من الدقيق، كوباية من الزيت. والسمسم اللي معانا دوت محمص. لو انتي جبتيه سمسم ابيض هتحطيه في طاسة على النار وتقلبي فيه لحد لما يتحمص ويبقى لونه زي ده. هنجيب السمسم نطحنه في المطحنة بتاعة الخلاط، نطحنه كويس جدا. وبعد ما تطحني الكمية اللي معاكي هتحطيها في شفشق الخلاط، ونحط عليه كوباية الزيت ونضربهم مع بعض. وبعدين ننزل بالدقيق حبة حبة لحد لما يدخلتوا كلهم مع بعض كويس جدا. هنجيب بطرمان ونفضي الطحينة فيه كده، تبقى خلاص الطحينة جاهزة معانا. بس دي كده طحينة خام. لو انتي حابة تعملي تحطيها بقى جنب أكلة، بنجيب حبة في طبق وبنحط عليهم التوابل، ملح وكمون وكزبرة. وبنحط المية سخنة، حبة مية سخنين كده، ونحط عليهم معلقة خل ونقطتين ليمون، ونضربهم كده مع بعض، نقلبهم كويس. وكده يكون طبق الطحينة دوت جاهز، اللي احنا نقدر ناكلها جنب اي اكلة اللي احنا بنحب ناكل معاها الطحينة. ويا رب النهاردة تكون الوصفة بتاعتنا سهلة وتعجبكم وتجربوها، وبألف هنا والشفا عليكم.